السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة فسر حلمك مع سندريلا. النهاردة هنتكلم عن تفسير السبحة في المنام. السبحة في الرؤى لها رموز كتيرة ومختلفة على حسب سياق المنام. السبحة ممكن أن تكون امرأة صالحة وشافها رجل، وممكن أن تكون رزق طيب، وممكن أن تكون للعزباء عريس قادم إليها، وممكن أن تكون الحث على الطاعة والذكر والتقرب إلى الله. انقطاع السبحة في المنام فهو انقطاع علاقة أو فراق لحد مقرب إلينا. لو حد أهداني سبحة في المنام فهي بتكون نصيحة من حد، والمفروض إني أتقبل النصيحة. وممكن يكون ارتباط أو زواج، لو حد منتظر زواج أو ارتباط. لون السبحة، لو السبحة بيضة فبيكون رجل ذات دين ونقاء قلب، يعني ذات نقاء ودين. والسبحة الزرقاء بتدل على إن الإنسان ده محسود، بس ربنا إن شاء الله هينجيه ويشفيه من الحسد. ورموز السبحة كلها خير ورزق ومبشرة وجميلة بإذن الله. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد.